كايرو نيوز ونادي الرجال السري. مصيبة سودة وكارثة والله العظيم. البنات عمل جروب كايرو نيوز عشان البنت تنزل صورة صاحبها وتسأل لو واحدة تانية تعرف صاحبها أو مصاحب عليها. هيصة ومليطة سعادتك ربنا يحمينا. فيجي شيطان من شياطين الإنس يقول لك لا وأنا هسكت لك أنا هرد عليك، فيعمل جروب نادي الرجال السري واللي فيه الولاد هينزلوا صور صحابتهم عشان غيرهم يتعرف عليها فيعرف لو مصاحب عليه ولا حاجة. بل وأكثر من شغل الشياطين إنه نزل الصور الخاصة اللي كانت بعتها له واللي في بعض الأحيان بتبقى نودز، صور عارية للبنت اللي كان يعرفها في يوم من الأيام، بحيث يعني باقي الشباب يشاركوا. وذكر لي انه احد البنات اللي نزلت صورها العارية كان اخوها موجود في جروب نادي الرجال السري، واتفضحت امام ابوها واخوها، والبنت اتعرضت لمضايقات كبيرة جدا بل وطردت من بيتها وعايشة مشاكل كبيرة جدا جدا بسبب الموقف ده. انا عايز اقول لكل اللي مشارك في الجروبين دول احنا محتاجين فتح اسلامي جديد، احنا محتاجين النبي صلى الله عليه وسلم يجي يكلمنا يعني ايه اسلام. يا جماعة اللي بتعملوه ده لا يمت الاسلام بصلة. بنت وصاحبت مصيبة وذنب كبير وانت عارفة انه مصيبة وذنب كبير، ولو ما تعرفيش يبقى احنا محتاجين فتح اسلامي. الله عز وجل قال ولا متخذات اخدان، ما ينفعش بنت تصاحب ولد. وقعتي في الذنب تسكتي بقى؟ لا، اسكت ازاي؟ فتشاركي هذا الذنب مع الناس فتبقي من المجاهرين اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعد الامه كلها بالمعافاه ان ربنا يغفر لهم الا المجاهر اللي يبات ربنا يستره ويصحى يفضح نفسه. بتفضحي نفسك لا اله الا الله. وباقي البنات تجاهر بالذنب هي كمان، انا اعرفه، انا صاحبته قبلك، ادم صاحبني دلوقتي، وهكذا. يا بنتي عايشه بذنب توبي واستغفري، مش قادره وشيطانك غلبك، استري نفسك مش تجاهري. اما بقى بالنسبه للشيطان اللي عمل نادي الرجال السري، انت شيطان، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. بتنشر الفاحشه، بتفضح بنات الناس. البنت اللي بعتت النودز دي اكيد مذنبه، ذنبها عظيم، ولكن يا بنتي لو كنت واحده منهم توبي وارجعي الى الله واعملي الصالحات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل سيئاتك حسنات ويسترك والناس تنسى ذنبك. تفكري تبعتي اديكي شايفه اللي بيجرى، توبي وتستري بستر ربنا عليك وما تمشيش في حرام. اما بقى اللي شاير الصور اللي كانت صاحبته بتبعتها له، نفس الرساله اللي قلتها للبنات هقولها لك، انت في ذنب. قال عز وجل ولا متخذي اخدان، ما ينفعش تصاحب حرام يا حبيبي، لا يرضي الله. صاحبت قمت مجاهر بالذنب، جاهرت بالذنب وقمنا عاملين بقى مصيبه اكبر، فضحنا عورات المسلمين. مسلمه وثقت فيك ووقعت في ذنب وهي مسؤولة، بس وانت كمان مسؤول. تفضحها امام الناس وتحب ان تشيع الفاحشة، عقابك عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. فإن كان عندك ما عندك من صور لبنات الناس، يا ابني امسحها واتق الله وتوب إلى الله وخاف ان ربنا يفضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته فيفضحه ولو في بيته. ربنا يكفينا جميعا شر الفضيحة. أما بقى اللي هيقول لي يا أمير أنا داخل الجروبس دي بشارك سايلنت كده من بعيد لبعيد، شجعت وشاركت في الإثم وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ويتوب عليك، أخرج حالا. مش بقول لكم والله العظيم محتاجين فتح إسلامي جديد. اللهم اهدنا وتوب علينا.